كل نفس ذائقة الموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. طبعا اليوم مقطع جديد قبل ما نبلش هذا الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد، ويلا نبلش. يا جماعة اليوم بنقيم سكناتكم، يعني اختاريت تقريبا 8 أسامي ويب. طبعا لا حد يستغرب إذا صوتي كان ناصي، يعني قاعد أصور بالوحدة بالليل، فيعني أكيد صوتي راح يصير ناصي. فبس يلا نبلش. خلينا نكتب أول اسم. طبعا يا جماعة الاختيار عشوائي، يعني أنا ما متعمد إذا أختار أي اسم. طبعا خلينا نشوف هذا الاسم الأول بلكي يطلع. Day 2. بسم الله. Day 3. شو ليش ما قاعد يطلع؟ Day 4. يا جماعة الاسم أعتقد خطأان صاحب التعليق ما كتب الاسم الأصلي. ف يا جماعة ما كتب الاسم الأصلي، فراح أكتب غير اسم. طبعا هذا الاسم اللي بعده، وأخيرا طلع الشخص. فخلينا نشوف هو كم سكن عنده. خلينا ننتظر. طبعا الانترنت جدا سيء. طبعا يا جماعة مثل ما تشوفون ذولا جميع سكناته. طبعا بصراحة يعني سكناته حلوة، وعجبني هذا السكن أيضا. بصراحة هذا السكن حلو عجبني. خلينا نجربه. فمثل ما تشوفون هذا هو السكن. وبصراحة أنا أحس السكنات الباقية سكنات يعني واو، عندكم هذا يضحك، هذا جدا حلو جدا عجبني هذا. ما أدري بس أعتقد هذا مجاني. جماعة هذا أحلى سكن، أكثر سكن عجبني. يا رب يكون هذا السكن مجاني. ما أعرف إذا هو سكن مجاني ولا لا. آه شو بالله يا جماعة، إذا هذا سكن مجاني حيل راح استفاد منه يعني، لأن بصراحة شكله جدا يضحك. لا يا جماعة مو مجاني، وانا عبالي مجاني. فإذا أريد أقيمه من 10 أقيمه 7 من 10. بصراحة سكناته حلوة بس مو متعوب عليه حيل، ومو شرط يكون شاحن، ترى حتى المو شاحنين عندهم سكنات أحلى من الشاحنين يعني. وبس والله يلا نروح على الشخص اللي بعده. وطبعا هذا الاسم اللي بعده مثل ما تشوفون قدامكم. طبعا يا جماعة هذا الشخص اللي بعده، طبعا هو ما عنده أي سكن والبقيات كلها دمج، واعتقد هي بنت يعني اكيد، فما عندها غير هذا السكن الوحيد. بصراحة اذا قيمة من 10 ثواني بس، هي ما عندها فقط هذا السكن والباقي كله دمج. ف يوب مثل ما تشوفوا كله دموجات يعني. هذا دمج مال شعر ولد المهم. ولكن اذا قيمة من 10 آم، بقيمة 8 من 10 طبعا. مثل ما تشوفون قدامكم سكنات عجبتني. بس اني من النوع يلي ما احب انه السكن يصير مثل باضافات هوايه، يعني احب السكن يصير بسيط. يعني بصراحة حتى اني كدموجات يعني الدمج مال الشعر ما احبه حيل. احب فقط انه الشعر يصير بسيط وبس يعني. ما ادري اذا احس نفسي يعني ماكو ناس مثل ذوقي حيل يعني. بس يعني اعتقد بعض الناس راح تفهم انا شو اقصد. فبصراحة انا اقيمها 8 من 10 وبس. والله يلا نروح على الشخص اللي بعده. ده الولد اللي بعده. وهذنا جميع سكنات مثل ما تشوفون قدامكم. ما عنده سكنات حيل يعني، فقط 8. بصراحة أكثر سكن عجبني آه هذا السكن. بصراحة أكثر سكن عجبني حلو هذا السكن مثل ما تشوفونه قدامكم. فإذا أريد أقيم سكناتها من 10، بصراحة ما أشوف سكناتها جدا يعني متعوب عليها. بس هذا السكن أيضا عجبني، فخلينا نقيم. أعتقد هو السكن الأساسي يعتبر ماله هو هذا. فنقيمه يعني بصراحة سكناته حلوة، ولكن ما أحسها يعني متغيرة، يعني سكن يختلف عن الثاني. طبعا يا جماعة راح أقيم سكناته 8 من 10. هذا ذوقي بالنهاية، وكل واحد يحب سكنه أكيد، ولكن هذا يعني بالنهاية يعتبر ذوقي. بس والله يلا خلينا نروح على الشخص اللي بعده. وطبعا يا جماعة مثل ما تشوفون هاي البنت اللي قدامكم، خلينا نقيم سكناتها. مثل ما تشوفونها هي جميع سكناتها. طبعا سكناتها جدا حلوة وأيضا بسيطة. بس راح أقيمها يعني 8 ونص من 10. تقول ليش قيمة 8 ونص 10؟ بصراحة أنا أحسها هي أول شي مو شاحنة، وثانيا أكو تنوع بسكناتها، يعني مو بس سكن واحد وبس، لا سكناتها متنوعة. وعجبني هذا الشيء، وأيضا هي مو شاحنة، فهذا الشيء أيضا يعني رفع تقييمي إلها إن هي مو شاحنة، بس عرفت شلون تخلي سكن حلو. بس أكثر سكن عجبني بصراحة هو هذا. صح سكناتها بسيطة، بس تحس بيها في التغيير يعني مو بس شي واحد.
وبقيمه 8.5 من 10 وبس. والله يلا نروح على الشخص اللي بعده. مثل ما تشوفون هي بنت ايضا يعني مو ولد، فخلينا ننتظر يتحمل حتى نرجع لكم. طبعا يا جماعه مثل ما تشوفون هاي البنت قدامكم، وهاي جميع سكناتها مثل ما تشوفون قدامكم انتو. فبصراحه اذا اريد اقيمها يعني من كل صدق راح اقيمها 8 من 10. يعني عجبتني سكناتها، وسكناتها ايضا بسيطه وحلوه. يلا خلينا ايضا نروح على الشخص اللي بعده. فطبعا يا جماعه بحثت على هوايه اسماء اني حاطهم، بس ما قاعد يطلع لي يعني سكناتهم، ما ادري ليش. فراح اروح ابحث بالمنتدى يعني مثل عشوائي، وايضا راح احط اساميهم، لان اكو بعض هم ناس يعني انا بعدي ما مقيمتهم، لان مثل ما تشوفون هواي اسامي قاعد ابحث عنها وما قاعد تطلع لي. فنروح ايضا نختار عشوائي بالمنتدى، ويلا نروح. يا جماعة راح اغمض عيني ايضا واختار عشوائي، فبسم الله. فأنا ما أدري جاي أخبص، فأختار أي واحد وبس. فيا جماعة اختاريت هذا الاسم، فخليني أكتبه وأرجع لكم. وأيضا خليني أكتب اسم ثاني، بسم الله. أيضا خلينا نغمض. فطبعا يا جماعة واحد اسمه قيصر، فراح أكتب اسمه أيضا. بعد ما كتبت الاسمين خليني أرجع روبلوكس. يا جماعة مثل ما شفتوا كتبت جميع الأسامي، فالآن خليني راح أكتبهم. فطبعا يا جماعة يا رب يطلعوا أخيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو هاد؟ فطبعا بدون أي تردد هذا أكثر سكن عجبني. فمثل ما تشوفون جمال سكني مز حتى وجه المربع مز. هاي جميع سكناته يعني عادية بصراحة، أيضا حلوة. واو هذا عبود صياد يا جماعة، ما تعرفون؟ معقولة واحد ما يعرفون هذا الشخص؟ هذا عبود صياد كات خبر. المهم خلينا نشوف يعني سكنات. طبعا سبايدر مان، الله أكبر. سكناته أيضا حلوة وتجنن. يعني ايش قد اقيمه مثلا؟ بقيمه 8 من 10. ايضا سكناته حلوة. يلا خلينا نروح نكتب الشخص الاخير. فهذا هو الشخص يعني. فخلينا نشوف سكناته. طبعا خلينا نشوف كم سكن هو. 5 سكنات بس. طبعا سكناته قليلة مو هواي. فسكناته اكثريتها من النوع يعني يصير مثل اعراض، ما اعرف شو يسموهن. سكناته حلوات. هذا السكن ايضا حلو عجبني، خلينا نجربه. هذا السكن ايضا عجبني وحلو. سكناته بصراحة ايضا حلوة، بس ما حاطه هواية يعني حتى قيمة عدل. فبقيمه 7 من 10. ايضا سكناته حلوة وذوقه جدا حلو، بس بقيم بصراحة يعني اقيم 7 من 10 وبس والله. فطبعا يا جماعة مثل ما تشوفون هاي البنت ما اعرف اسمها شنو بالضبط. راح نتبرع لها بمبلغ بسيط. ليش؟ لان هي اكثر بنت حصلت تقييم. فيلا خلينا نروح نتبرع. هذا هو الشخص، فخلينا نروح. يعني يا رب يا رب يا جماعة يطلع لها جيم باس، لان اذا ما عندها راح اتورط. مثل ما تشوفون خلينا نروح. طبعا يا جماعة من شدة غبائي نسيت اصور لكم، بس تبرعت لها ب5 روبوكس مثل ما تشوفون قدامكم. انطيت لها مبلغ بسيط يعني، فحاولت انه انطيها فقط يعني هذا المبلغ اللي اني اقدر عليه. وبس والله هاي كانت نهاية هذا الفيديو. ان شاء الله يا رب يعجبكم هذا الفيديو. فطبعا يا جماعة اللي حاب يعني مثلا يطرح لنا فد فكرة او فد شي يكتب لي اياها بالتعليقات، واكثر فكرة تحصل لايكات والناس تعجبها ان شاء الله يا رب اقدر اسوي لكم اياها بالمقطع الجاي والمقاطع الجاية. وبس والله باي.